شباب ايه الاخبار؟ مين هنا عارف انفورما؟ اوه طب سقفه ليكوا بقى، سقفه ليكوا. والله يا شباب انا كنت مبسوط جدا وهما بيقولوا لي ان هيبقى في توك ممكن اتكلم واتواصل معاكم فيها على طول كده. من الحاجات اللي انا بحبها جدا ان انا اتواصل مع الشباب عشان نتكلم في شويه مواضيع كده ونتكلم في حاجات مهمه. فقالوا لي كمان ان الثيم بتاع التوك النهارده هيكون على موضوع الكارير شيفت، فتعالوا ندردش كده مع بعضينا. خلينا الاول اعرفكم بنفسي. انا حسين سيد، للي ما يعرفش عشان كل الناس عارفه انفورما. انت اسمك ايه يا انفورما؟ اسمي حسين سيد، متخرج من ميكانيكال انجينيرنج الجامعه الامريكيه، وكنت عامل ماينر بزنس ادمنستريشن وحاجات نادره كده انك تلاقي حد مهتم بالفتنس وبيتخرج كمان ب امتياز مع مرتبه الشرف. فدي كانت حاجه الحمد لله يعني ربنا رزقنا بيها حته التايم مانجمنت دي. كمان صاحب القناه انفورما على اليوتيوب، على الفيسبوك، على التيك توك. فخلينا نبدا الحكايه كده ونقول موضوع الكارير شيفت ده حصل ازاي الموضوع كان سلس، ازاي انا اخليه سلس. لو انت عايز تفكر في موضوع زي ده، خليني اقول لك في الاول ان اي واحد مننا بيبقى ليه حكايه، والحكايه دي بتبقى عباره عن كذا قصه. الحياه عباره عن قصص بتجمعها جنب بعض عشان تبني حكايتك. فمن القصص دي مثلا قصتك في الدراسه، قصتك مع اهلك، قصتك مع الحب، قصه حب. من القصص دي قصه الكارير، ازاي تبني كاريرك بحيث ان انت تعرف ازاي تعمل فلوس قدام، تبني لنفسك شخصيه في المجتمع بحيث ان الناس تبدا تكتسب بيها الاحترام وتكتسب بيها الحاجه الماديه برضه عشان نعرف نعيش في الظروف اللي احنا فيها. فخلينا نبدا كده واقول لكم القصه بتاعتي في حته الكارير، وخلينا نقسمها برضه فصول. فنبدا بالفصل الاول. الفصل الاول بيقول لك ازاي تحدد الكارير بتاعك. احنا اول مره بيبدا حد يسالنا نفسك تطلع ايه لما تكبر من واحنا في كي جي. انا دايما كان كل سنه الموضوع ده بيتغير. يعني مثلا وانا صغير كنت اقول لهم نفسي اطلع ضابط، وبعد كده نفسي اطلع دكتور، وبعد كده بدات اعقل شويه قلت لهم لا انا عايز اطلع لعيب كوره، انا عايز اعمل فلوس بقى. فموضوع الكوره ده قلش مني، كنت بسعى له شويه بس عشان جالي صليبي، رباط صليبي، اتعافيت منه، جالي صليبي تاني. بص هو فاهم القدر ماسكني يقول لي بس انت مالكش في الكوره، اقعد بقى في البيت. وده كان من احلام حياتي يعني ان انا مثلا اوصل مصر لكاس العالم. طيب احنا كنا بنحلم نكون لعيبه كوره، طب خلاص ما فيش كوره، طب تعمل ايه؟ انا بقيت خلاص ماشي باليوم بيومه، خلاص بلاش نفتح الموضوع ده لغايه ما يجي اوانه بيجي امتى؟ بيجي لما بتروح الثانويه العامه. فانا كنت من الناس هو تصنيفه دحيح بس انا مش دحيح، يعني كنت بعرف اجيب الدرجه ازاي. عارفين انت اللي هو بتسيستم، يعني انت عارف تدخل الماده ممكن ما تفهمش فيها اي حاجه بس مسيستمها بحيث ان انت تعرف تجيب الدرجه. انا كنت من الناس دي. فطلعت اول دفعتي. عايز تبقى ايه بقى؟ خلاص بقى احنا كل شويه بنأجل في السؤال، نأجل في السؤال. انت جيت بقى في الوقت اللي انت عايز تخش فيه الكليه عشان تبدا تبني الكارير. عايز تخش كليه ايه؟ فانا قلت طب بصوا بقى انا مستخسر المجموع ده بصراحه. يعني فاهم انت اللي هو بتخش انت المحل، ايه اغلى حاجه عندكم هاتوها لي، انا معايا فلوس كتير، انا كان معايا مجموع كتير، فايه اغلى حاجه عندكم؟ قالوا لي هندسه. قلت لهم حلوه هندسه دي. الحاجه الثانيه هو التميز. ايه اللي خلاني اختار هندسه؟ التميز. ليه؟ دايما يقول لك كده في ناس كتير وفي مهندسين. فقلت انا محتاج ادخل الكوميونتي ده اعرف هم ليه في ناس كتير وفي مهندسين. انا دايما كان عندي الحته دي اللي هو التشالنج، لازم اي حاجه صعبه مش صعب عليا. ايه اصعب حاجه؟ هندسه. خش هندسه. طب ايه اجمل حاجه في هندسه؟ قالوا لي بص بقى انت ادام جايب مجموع حاجه عندك حل من الاثنين، تخش جامعه امريكيه وتصرف شويه، يا ما تصرفش شويه تخش بقى جامعه ايه؟ عين شمس، القاهره. قلت بس تعال تشالنج ده ولا مش تشالنج؟ تعال قدمت جامعه، جالي عين شمس، جالي القاهره. قلت بس انا حابب موضوع احمد حلمي في فيلم اسف على الازعاج ده لما كان لابس العفريته بتاعته وبيروح ويجي. لا احنا نقدم ايه؟ هندسه طيران، ليها علاقه بميكانيكا برضه، هندسه طيران. رحت مره جامعه القاهره، قعدت ساعتين ونص في الطريق. قلت لا هو التشالنج مش لازم يكون قوي كده. حلو عين شمس جنبنا فيها هندسه طيران. قالوا لي لا. قلت لهم مش مشكله خلاص انا موافق. المهم قعدت فيها سمستر. لما جيت قدمت في اي سي اتقبلت، بس اتقبلت تاني سمستر. فقلت ايه خلاص نقعد سمستر في عين شمس ونشوف الدنيا فيها ايه. المهم طلعت من عين شمس وانا جايب جيد جدا، كنت فخور بالموضوع ده. رحت اي سي بقى، اول حاجه عملتها رحت مقدم المواد اللي انا خدتها في عين شمس. قالوا لي احنا الحمد لله مش هنقبل لك ولا ماده. يعني من الحاجات برضو الحكايات الغريبه، اول كلاس ليا في اي سي كان فيزيكس، فاكره دكتور صلاح. دخلت كده ادانا الميد ترم، خدت الميد ترم حليت، ما كنتش عارف انا بحل ايه اصلا. بعد كده هو بيقول الدرجات، حسين 9 من 30. احنا بنروح في داهيه. قال لنا اللي جايب تحت ال10 يجي لي عايز اقول له حاجه. جالي وقال لي بص انا هكون صريح معاك، انت تعمل دروب للكورس ده بالذوق عشان ما تسقطش وفلوسك تضيع.
في كورس تاني كده 0 كريدت، روح خده عشان تبدا ايه تتعامل معانا كده، عشان انت شكلك ولا فاهم فيزيكس ولا اصلا مهندس، هيئتك مش هيئه مهندس. فتحدي حلو. تاني ميد ترم قال لك في واحد بس قفل خالص. فهو مين اللي قفل ده؟ مين اللي شاطر قفل ده؟ اسمه حسين. اول ما قمت كانت صدمه، فاهم؟ فدي برضو من الحاجات اللي حببتني في هندسه، حته التحديات، ان كان فيها تحديات. بس السؤال اللي بساله لنفسي كل مره وانا بتقدم في حته هندسه دي، هو انا حاببها عشان موضوع التحدي، اكني بلعب جيم، اكني بلعب GTA بس من غير شفرات، فانا حاسس بالحته دي. بس هل انا حابب اللي انا بعمله؟ بس الحمد لله زي ما اقول لكم، انا في حته السيستمه ازاي اعرف اجيب الدرجه، بعرف اجيب الدرجه. اتخرجت منها 3.55 ودخلت بقى الحاجه اللي انا بحبها، قلت اعمل ماينر بزنس ادمنستريشن بس، واتخرجت. فيبدا الفصل الثالث من الحكايه بعد الفصل الثاني اللي هو بتاع الجامعه. الفصل الثالث من الحكايه انك بعد ما تعدي مرحله الجيش، انا خدت اعفاء، بعد ما تعدي من مرحله الجيش تبدا تدور على شغل. فانت خلاص مش بقى مخير دلوقتي، لا انت خلاص انت بقيت هندسه، انت بقيت مهندس، تبدا تروح الشغل. انا كنت من الناس اللي هي بتقدم على اي حاجه دلوقتي عشان انا عايز اشتغل، ومنها برضو ان انا كنت بقدم على وظائف مالهاش دعوه بهندسه عشان بس اخد الاكسبيرينس بتاعه الانترفيو. من الحاجات اللي قدمت عليها كانت وظيفه غريبه جدا. انا يعني هم كانوا قايلين ان انت عايز مهندس لسه خريج فريش جراد بس يشتغل في الحديد، ما قالوش اي حديد. فانا قدمت عليها وبرمي CV. بعد كده لقيت مكالمه تليفون، الو عايزينك تعمل انترفيو. تمام، الساعه 9 بالليل. 9 بالليل يا نهار ابيض. رحت مكان كده لقيت فيه علم مصر محطوط، وبعدين علم تاني كده غريب بتاع الامم المتحده. قلت ايه ده؟ فيه انا مخطفني يا اما فاكرني جاسوس. فطلع ان انا بقى هعمل ايه بقى؟ دي كانت فيكنسي ان انا ابقى مهندس تبع شركه مدرعات حربيه مش معموله في مصر ولا في الشرق الاوسط، غير هم جم يعملوها السنه دي، وانت على حظك ان انت تم اختيارك. يعني عايز تدخل معانا ولا لا وبتاع؟ قلت لهم يلا بينا. فدخلت اول سنه، دخلت في الاول اشتغلت تبع الديبارتمنت بتاع النيوماتكس ده اللي هو سيستم الهواء في المدرعه. من الحاجات برضو اللي اكتشفتها واتعلمتها في هندسه، قال لك اوعى تخلي العامل، انت راجل مهندس دلوقتي داخل الورشه بتاعتك، اوعى تخلي العامل يتنطط عليك. المهم اشتغلت سنه في النيوماتكس، وبعد كده حولت سبلاي تشين. لما لقيت انا بلاقي تشالنج ببقى متحمس. مره واحده حصل مشكله كده ان هم ما بقوش يصنعوا بسبب حاجه ما، ان هم ما بقوش عندهم عقود وبتاع. فاصبر شويه، كل شويه يا جماعه يلا عايزين نشتغل، اصبر شويه. بقيت اروح الشغل وانا بشتغل مثلا ساعه، بقيت ال8 ساعات كلهم قاعد في المكتب ما بعملش اي حاجه. هنفكس هندسه يعني؟ طب لو فكسنا هندسه ممكن نشوف حاجه تانية. رحت قدمت على حاجات تانية واتقبلت، بس برضه حصل مواقف كده بحيث ان هو بتديك علامات لا انت مش في هندسه. فدايما بيقول لك اعمل حاجه اللي انت بتحبها. تعال نصنف الحاجات اللي انا بحبها. انا بحب الكوره، بص رجلي 2 صليبي، لا ما ينفعش اكس. بحب اكتب اغاني، بس كان ساعتها بقى ما فيش الهوجه بتاعت مروان موسى ويجز والحاجات دي كلها، وكان اي حد بيغني راب بيعتقلوه تقريبا. في حاجه تانية انا بحبها، انا بروح الجيم كل يوم. هل ممكن اطلع من ده حاجه؟ طب ممكن اعلي ازاي النولج بتاعتي؟ بدات ادور في النت، اقرا شويه. كل ما اعمل حاجه مثلا في الجيم، انا من هواياتي برضو ان انا واخدها تشالنج برضو، اللي هو مفيش مدرب هيدربني، انا اروح اعمل انا التمرينه واقرا وراها وابدا اشوف ايه العضلات اللي، وادخل في اناتومي. انت فاهم، مهندس داخل في اناتومي ما تفهمش ليه، داخل في حاجات. لقيت في بايو ميكانكس بيحسبوا الفورس، قلت حلو ده، استغل الفيزيكس بقى. بعدين انا برضو فان قوي لليوتيوب. ساعتها اليوتيوب كان طالع وكله بينزل فلوجز، وبتابع ناس من بره بتدي كميه معلومات. ولما ادخل الجيم الاقي واحد تاني بيقول لي اللي انت بتعمله ده، ايه التمرين اللي انت بتعملها دي غلط على العنق اللي مش، يا عم انت بتقول ايه؟ مش كده خالص. بس فمن هنا حبيت الموضوع وبدات اتعمق فيه. بعدين بقى قررت قلت بقى ايه، طب ما تيجي جنب الهندسه، بما اني عندي 7 ساعات فاضيه في اليوم، اعمل قناه يوتيوب. رحت لواحد صاحبي قلت له بقول لك ايه، ما تيجي انا عايز اعمل قناه يوتيوب. قال لي بص انت محتاج لوجو. قلت له ايوه تمام ضن، انت محتاج اسم معين. قلت له بقول لك ايه، انا راجل بلعب فيفا. قلت له بقول لك انا عايز اسميها انفورم، برضه محتاجه سنه. قلت له انفورما. قال لي هو ده. بعدين قلنا ايه، طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ محتاجين مونتير. رحنا اتفقنا مع واحد اعرفه في الجامعه، كنت في الجامعه الامريكيه برضه، كان ماسك حاجه في الميديا. قال لي هصورك اول مره. معلش يا حسين بس اصل عندي بروجكت في الجامعه مش عارف ايه. خلاص مفيش مشكله. تاني اسبوع متحمس. معلش يا حسين جالي سفريه مش عارف فين. تالت اسبوع بعدين بقى الحماس قل، لدرجه ان انا كنت مخطط لموضوع انفورم ده من سنه اواخر 2018. بعد كده على شهر 5 كده مره واحده جات لي الفكره تاني. قلت لصاحبي ده، قلت له بقول لك ايه، احنا عملنا اللوجو عملنا الاسم ما طلعناش بحاجه. قال لي قلت له بقول لك ايه، انا هصور بالايفون بتاعي. قال لي والله فكره، تعرف تمنتج؟ قلت له
ها تعالى هتكون اصعب من الفيزيكس ولا اصعب من الكالكلس؟ رحت على طول اتعلمت مونتاج. قعدت ال7 ساعات اللي كنت بقعدهم بذاكر فيهم، او ال7 ساعات اللي اخلص شغلي اظبط الدنيا، اروح قاعد على اليوتيوب حاطط السماعات في ودني فاتح توتوريال للمونتاج. بس انا كنت حاطط لنفسي هدف ان انا ايه، لازم اتعلم الحاجه دي عشان انجز شغلي، عشان ما بقاش تحت درس حد، بحيث ان انا ما يبقاش عندي شماعه اعلق عليها ان انا متاخر. اتعلمت مونتاج وبدات احط اول سكريبت وبدانا نحط اول فيديو، واول فيديو حتى انتوا هتلاقوا مفيش مونتاج ضعيف جدا طبعا. ايه بقى صحابي شيرات وبتاع، واول فيديو ابهرني بكميه الفيوز 300 فيو. يا نهار ابيض 300 فيو في اول فيديو، ده انا هبقى مشهور كده خلاص. بس تاني فيديو نزل 250 فيو، لا احنا ننزل تالت فيديو 100 فيو، مفيش شيرات بقى خلاص. الشير خلاص اصحابك اللي كانوا معاك او الناس اللي عارفينك عايزين يشجعوك في الاول، انت يا عم انت كل اسبوع هتنزل لنا فيديو ولا ايه يا عم؟ خلاص اهدى شويه. وبدات الحماس يقل. طبعا الناحيه الثانيه كنت شغال مهندس. طب انت بتقعد قد ايه بقى في شغلانه الهندسه دي؟ انا بصحى 6 الصبح برجع البيت الساعه 7 المغرب، وانزل الساعه 7 ونص اتمرن، اخلص على 9 ونص اتعشى وانام وطيبه قوي كده. اليوم خلص. فالوقت الوحيد اللي انت تقدر تشتغل فيه هو الويك اند عشان اجازه عندي، ومعنى كده ان مفيش سوشيال لايف، خلاص مش هتعرف تنزل مع اصحابك، مش هتعرف تعمل حاجه. بدات الموضوع يهدى لحد ما جه سبحان الله علامه من عند ربنا قالت لي يلا بقى افكس بقى خلاص، هندسه دي الموضوع مش جايب همه، ركز في الجيم. الموضوع ده كان مش ساين ليا انا بس، ساين للعالم كلها، كان كورونا. عارف انت يا رب اديني علامه كورونا. فكورونا جت، كنت قاعد في البيت، جالي الصليب الثاني، قعدت في البيت فتره وصحيت من النوم لقيت في فيديو ضارب على اليوتيوب، لقيت فيه مثلا 600 سبسكرايبر مره واحده. ايه ده؟ في ايه؟ القناه اتهكرت ولا ايه؟ مفيش الكلام ده. فتحت لقيت اكتر فيديو ضارب هو فيديو كنت بقول ازاي تتمرن في البيت. الناس بتدور على التمرين في البيت عشان مش عارفه تنزل الجيم. طب ليه ما نستغلش الموقف؟ تاني يوم رجعت الشغل فلقيتهم بيقولوا لي ايه، بص يا باشمهندس حسين انت السالري نص. قلت لهم في ايه؟ بص السالري نص كده لغايه ما كورونا تخلص عشان احنا الدنيا بايظه خالص وبتاع. طلعت بره كده لقيت في عامل وقع من طوله، قلت اوبا. انا مش بس السالري نص، انا هجيب كورونا لاهلي كلهم. لا رحت داخل انا عايز استقيل. انت ابن الشركه، انت مش عارف يا عم ابن الشركه ايه بس سيبنا استقيل. استقلت، ركزت بقى في المحتوى، قلت اعمل ايه؟ سلسله كامله ازاي تتمرن في البيت. نزلت اول وتاني فيديو كان الناس بتكلمني بتقول لي يا ابني اللي انت بتعمله ده انت كده بتحرق كل افكارك، ما ينفعش تنزل الحاجات دي ببلاش، انت هتمرن الناس ببلاش يعني؟ طب المدربين دول طب ما تعمل كورس مثلا بفلوس والناس هتجيلك. بس انا كان عندي وجهه نظر في الموضوع ده، ادي الناس حاجه ببلاش الناس هتجيلك، زي ما كده بتقول له ان هو ايه، انا باكلك اكل ببلاش وبقول لك بعد كده تعالى انا عندي حاجه جوه. فانت طبيعي لو كلت اكل ببلاش وعجبك هتقول ده كده الاكل اللي ببلاش، امال الاكل اللي بفلوس هيبقى عامل ازاي؟ انا ما صرفتش على انفورما ولا جنيه. قلت لصاحبي ده فكره بروجكت انفورما ان انا ما اصرفش ولا جنيه في الاول، اللي هيجيبه انفورما هيصرف على نفسه. اول كلاينت جالي كان بعد 4 شهور، اول كلاينت الاونلاين كوتشنج بعد 4 شهور من ان انا بديت انفورما كان عندي 1000 سبسكرايبر، وكان بيكلمني بيقول لي عايزين نعمل، وانا برضو هندسه وانت مهندس زيي وبتاع. قلت يلا كتف في كتف. كنت فاكر انا الفيز اللي ادهاني دي اول حاجه خدتها كنت صايفها اعلانات على الفيسبوك، فلوس تانية جات لي، فلوس ثالثه جات لي، معدات كاميرات مايكات، كله بقى يصرف على بعضه لحد ما علينا الحمد لله. انفورما دلوقتي من اقوى الاونلاين كوتشنج اللي موجود دلوقتي مش بس في مصر، في الوطن العربي كله الحمد لله. ومن هنا دخل الفصل اللي بعديه اللي هو انك تتاكد وانت بتعمل ترانزيشن ما بين كارير وكارير ان الكارير ده يبقى هو كاريرك قدام. معنى ايه؟ انت عشان تعمل الترانزيشن ده ويبقى سموث محتاج حاجتين، محتاج ان انت يكون عندك لونج تيرم بلان، انت حاطط بلان لنفسك قدام، ومحتاج انك تكون حاسب ريسك، يبقى في ريسك معين. طيب الحمد لله انا الريسك بتاعي كان اقل من واحد تاني. يعني مثلا انا كان واحد تاني صاحبي في نفس الديبارتمنت لما قالوا له نص السالري وافق النص السالري، خلاص مش مشكله. ليه؟ لانه متجوز وعنده اطفال، فكان الريسك بتاعه ان هو لو ساب دلوقتي وحب يدور على حاجه تانيه هيبقى عنده مشكله. هو الشهرين 3 اللي من غير فلوس دول او ممكن يطولوا سنه، هو ريسك. هيصرف منين على الطفل بتاعه؟ هيصرف منين على مراته؟ واحنا في وقت كورونا فما فيش اصلا شغل. ففكره الترانزيشن في الفصل ده انك ازاي تعمل ترانزيشن يخليه سموث شويه. فلازم قبل ما تعمل كارير شيفت لازم يكون عندك لونج تيرم بلان في الحته الثانيه اللي انت عايز تعملها، ما تبقاش عشوائي. الفصل اللي بعديه بقى هو فصل اثبات الذات. يعني ايه اثبات الذات؟ دلوقتي انت جاي تروح تقول اهلك في البيت والله انا هستقيل من الشغل، فيقول لك طب تمام اكيد انت هتروح مكان اكبر بكتير، هبقى فيتنس كوتش. انت بتقول ايه؟ يبدا يضحك عليك. عارف انت حاسه السبعه لما قال لك
هيكسب فومن شي. ها انت بتعمل ايه؟ ففكره اثبات الذات قدام اهلك، وخصوصا برضو هنرجع تاني لاول نقطه قلتها لك، يتقال لك طب انت دلوقتي على سن جواز، طب انت لو رحت اتقدمت لواحده هتقول لها ايه؟ يوتيوبر؟ ايه ده؟ طب ولو الباقه خلصت هتعمل ايه؟ امتى بقى حسيت ان في البيت هم اثبتت لهم ان تمام؟ لما جيت بعد الكورونا، لما بدا المولات تفتح لحد الساعه 8 بالليل، خدت والدتي، كنا خرجتها كده في مول، المهم وانا خارج جم 3 شباب، احنا بنحبك جدا، وكان اول مره حد يوقفني، كان بيقول لك احنا بنحبك جدا يا انفورما، عايزين نتصور معاك. فرجعنا فلقيتها بتقول لي لا كمل في اللي انت فيه. فبرضه فكره ان انت تثبت لاهلك او تثبت لحد قريب منك شاكك فيك انك لا انت قادر على الحته بتاعت الترانزيشن ما بين كارير وكارير، خصوصا انت مش كارير بس، يعني هي مثلا ايه، والدتي من الناس اللي هم دفعوا في فلوس جامعه امريكيه برضه، يعني مش بس، انا كنت دايما بقول لها مش عايزين نبص تحت رجلينا، انا لو بصيت تحت رجلي بالحسبه اللي انا بقولها لك دي، انا محتاج مثلا عشان اجيب فلوس الجامعه اللي انا صرفتها محتاج اقعد 3 4 سنين في الشغلانه دي عشان اجيب فلوس بس الجامعه اللي انا صرفتها في 5 سنين، انا هجيب لك الفلوس دي في خلال سنه. قالت لي ازاي؟ قلت لها سيبيني انا بقى تيجي كلمه انفلونسر. انا دايما لما كان حد بيقول لي انت عايز تبقى ايه، كنت بقول له عايز ابقى انفلونسر، عايز ابقى مؤثر في المجتمع اللي حواليا، يبقى انا وجودي ليه هدف. انا شايف ان انا عندي ايدج شويه، ان انا مهندس، فتفكيري متغير عن الناس شويه اللي بتقدم محتوى، فحاسس ان انا ممكن ارتب الموضوع ده بشكل معين بحيث ان الناس تحب انها تتفرج عليا بجانب الناس التانية. من بعد كورونا واثبتت نفسي لاهلي واثبتت نفسي للدنيا دي كلها، بتيجي حته انك تبقى متمسك بالمسج اللي انت عايز توصلها. في ناس بتقول لي مثلا ايه، اعمل تايب من الفيديوز كده معين هتخليك ترند. يا ابني اعمل كم فيديو كده مشي الدنيا بيهم، هتجيب فيوز، هتبقى ترند، المعلنين هيجوا لك ومش عارف ايه. لا انا ماشي بالمسج بتاعتي. حتى المعلنين لما بيجوا، انا فاكر معلن كلمني، الو كابتن انفورما، قلت له اه، كان ساعتها عندي 10000 سبسكرايبرز، فبيقول لي والله احنا اصحاب منتج كذا كذا كذا، عايزين نعمل معاك، شايفين عندك بوتنشال، عايزين نعمل معاك كامبين ومش عارف. قلت لهم تمام مش عارف ايه. قالوا لي بتاخد كام مش عارف ايه، قلت لهم الارقام. قالوا لي لا احنا هناخد نص الرقم ده، وهتعمل لنا 1 2 3 4، والمنتجات اللي احنا هنلزمها عليك انت هتعملها. قلت له والله يعني لا، يعني خلاص اعتبر الاتفاق ملغي. قال لي ليه ملغي؟ ده احنا هنصرف اعلانات على الموضوع ده. قلت له ما تصرف اعلانات ما انت بتصرف اعلانات للبرودكت بتاعك. قال لي عشان تتشهر. قلت له لا، انا لو اتشهرت هتشهر بحاجه انا مقتنع بيها، لما اعمل ريسيرش مثلا على الحاجه اللي انت بتقدمها دي هل هلاقي فايده، مش بتاعتك انت تقولها لي، دي بتاعتي انا. قلت له يا عم انا متمسك باللي انا عايز اعمله، بس خلي بالك انا لما اتمسك كده قدام هتفرق معايا. وفعلا انا قدام بداوا هو وغيره يجولي بالحاجات اللي انا حاططها، الحاجات اللي انا مش هتنزل عنها، وبالفلوس اللي انا عايزها. فهي دي الفكره، حط لنفسك وانت بتعمل ترانزيشن ما بين لكارير لازم يكون سموث، عندك لونج تيرم بلان. اعمل لنفسك، سواء عايز تعمل بيرسونا او عايز تعمل شخصيه لنفسك تحطها عشان الناس تعرف ان انت مؤثر قد ايه في المجتمع. ما تتنزلش عن مبادئك لغرض ان انت تجيب مشاهدات. لو عملت كده صدقني والله، سواء كنت عايز تبقى بقى انفلونسر، سواء عايز تحول من هندسه تبقى رسام، تبقى راجل بتاع راب، تبقى راجل بتاع مهنه تانية خالص، لو عملت الستبس اللي انا بقول لك عليها دي هتنجح كده كده، حتى لو مش دلوقتي، طالما في بلان فانت هتنجح قدام. بس كده، ودي كانت الملخص اللي انا كنت عايز اقوله النهارده كده، والف